هقولكوا على طريقة أسرع وأطعم فاهيتا. هنجيب أول حاجة كيس التوابل بتاع الشاورما السوري، هنحط كله في بولة، وهنحط معاه من معلقتين ل3 معالق زيت، وهنحط معاه نص كوباية مية. ما تقلقوش ان انتوا تحسوا ان الصوص مليان سوائل، لان الصوص ده هو اللي هيخلي الفراخ جوسي وطعمها حلو قوي. هنفضل نقلبه لحد ما كل البودر ينمزج مع المية، وما تحطوش معاه اي حاجة، ومش بيحتاج اي حاجة ولا بيحتاج اي توابل. بعد كده هنحط الصدور، انا كنت جايبة صدور ومقطعاها صدور مخلية، بقلبها مع التتبيلة، وبعد كده بسيبها. يفضل تسيبوها في التلاجة تقريبا نص ساعة عشان الفراخ تاخد الطعم بتاع التوابل. بعد كده بحطها زي ما هي على النار، مش بحتاج احط زيت، مش بحتاج احط اي حاجة، لان احنا حاطين زيت في التتبيلة. بعد كده بحط عليها البصل، وبسيب البصل لحد ما يدبل شوية، وبعد كده بحط عليها فلفل زي ما حابين، فلفل الوان او اخضر. بس كده هتاكلوا اطعم فاهيتا.